مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين لأحلى ياسمينات قناتي. شراكم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة البنات. اليوم مع هذا البرد جيتكم بوصفة الكارنتيكا كما يقولوا لها الناس الغرب، وحنا نقولوا لها الكارنتيتا. الله الله، سخونة بلا هريسة مع مطلوع خفيف ساهل ماهل ويوجد بالخف يا البنات. ان شاء الله يعجبكم الوصفات نتاع اليوم. ما تنساوش كالعادة البنات جام لا فيديو اللي مازال ما دارتليش اشتراك دير لي اشتراك وتبارطاجيو لا فيديو مع حباباتكم جيرانكم فاميلتكم بيان سور اذا شفتوني نستاهل. إذا راكم حابين الوصفة تبعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة. ودرك نبداو على بركة الله في تحضير المطلوع ديالنا. انا راني رايحه نبدا بالمطلوع، هو الاول هذاك هو لو طون لي يخمر، ومن بعد باش ندير الكارانتيكا. بون البنات المطلوع هذا ساهل ماهل، يوجد تمتم ما يتعبك، اقتصادي ما فيه والو، وبلا تعب لا دلك لا عجين لا والو. اي وحده مبتدئه ولا وحده كيما نقولوا قليله الصحه ولا وحده مريضه ما تقدرش تدلك ما تقدرش تعجن، من اليوم راهي رايحه تولي دير المطلوع. انا راني رايحه نديرو كيما راكم تشوفوا بلا شواغ، وانتوما لو كان عندكم البغا ميكسور ديروه بالبغا ميكسور. انا ما عنديش البغا ميكسور، راني رايحه نديرو بلا شواغ. بون عندي كاس نتاع السميد يكون رطب البنات، سميد رطب. عندي كاس، انا استعملت الكاس. تحبوا تضعفوا الكميه ضعفوا الكميه، انا درت غير قيسي هذا ما كان. وعندي ايضا كاس نتاع الماء يكون دافي، الماء يكون تياد نديروه مع السميد. وعندي ايضا مغرف كبيره نتاع خميره الخبز ومغرف كبيره نتاع السكر اللي تعطينا هذيك التحميره الشابه للخبز تاعنا. ودوكا البنات نشعلوا لاشواغ تاعنا شويه كما قالت، نخلطوه شويه قيس ما يتخلط لنا ويبيض لنا هذا الخليط. هاوليك البنات انا خلطت السميد مع مع سمحولي مع الماء والخميره والسكر. هاوليك حتى بيض الخليط. هاوليك البنات هذاك الخليط اللي كنا درناه راني فرغته في غيسيبيون ونخليه يرتاح حوالي 25 الى 30 دقيقه كي يخمر شويه. نكملوا باقي المكونات. هاي ليك البنات شوفوا بعد ما جازت 25 دقيقة، شوفوا الله يبارك كيفاش خليتها ارتاحت، وشوفوا كيفاش خمر الله يبارك ما شاء الله. دوكا نروح نضيف له باقي المكونات. البنات دوكا نروح نزيد له الفارينة مع عندي 2 كيسان فارينة ما نديرهمش كامل حتى يتلم لي العجين تاعي. عندي حوالي ملعقه نتاع السانوج حسب الرغبه ماشي لازم مغرف، وعندي مغرف صغيره نتاع الملح، وعندي كيس خميره نواره، خميره كيميائيه. نضيف الخميره شوفوا الله يبارك ما شاء الله. بداو يعيطوا القطط، حوسوا على الزناق. هاي ليك نضيف الخميرة كيس. البنات هاد الكيس نتاع الخميرة يعطيه واحد الخفة ما شاء الله، الله الخفة رائعة بزاف بزاف هايلة. نزيد ايضا
مغرف نتاع العشاء نتاع الخل تاني البنات هو معروف نديروه في المسكوتشو في المادلان في الفريغاتو يمد خفة. الخميرة والخل يمدوا خفة رائعة سواء للمطلوع سواء للبيتزا للمملحات. نضيف السانوج والملح ودركا نبدا نضيف في الفرينة غير بالعقل. بسم الله نضيفوا الفرينة. انا نضيف الكاس الاول مباشرة هكا قسم نطمو العجينة والعجينة ما نطموهاش ما تكونش البنات. ودوكا نضيف الكاس الثاني ما نضيفوش ضربه وحده كيما درت الكاس الاول لا ندير غير بالعقل ونطم العجينه تاعي حتى تجيني عجينه تكون متماسكه بصح تجي تتلاصق تجي طريه. كيما على بالكم المطلوع هذا ما دلكناهش ما عجناه ما دلكناه صافيك على الاقل نديرو العجينه تكون طريه باه يجينا خفيف. انا حطيتها في طاولة العمل باش نكمل نطمها مليح. نسلك يدي من العجينه البنات باسكو كي تكون يدكم مازالت مشمخه بالعجينه تعفسها لكم العجينه تقدر هي تكون نشفت وانتم ما على بالكمش باسكو يدكم ما فيها عجينه المشمخه. صافي تسلكوا يديكم بيان من العجينه ومن بعداتك كملوا طموها باش تعرفوا القوام نتاع الصح نتاع العجينه. هاي ليك هاني كملت طميتها. شوفوا كيفاش تجي هكا طريه تتلاصق شويه. شوفوا البنات الكاس الثاني ما درتوش كامل يعني درت 2 كيسان غير 4. الكاس الثاني قعد لي منه 4 برك. دوكا نخلي العجينه تاعي تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها من 20 دقيقه حتى النص ساعه هكاك. وقبل ما نديرها تخمر نشمخ يديا بالزيت هاي ليك وندهن كامل العجينه تاعي بالزيت هكذا بهالطريقه. ودركا نغطيها بكيس بلاستيكي ونزيد لها طرشونه من الفوق باش تخمر لي بالخف. بعد ما خليت المطلوع تاعي يخمر دوك واش ندير نروحو للكارانتيكا تاعنا. ناس الغرب سمحوا لي ما على باليش اذا هكا ديروها ولا لا. المهم انا مالفا ما نديرهاش بهالطريقه بصح هالطريقه شفتها دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي قلت نديرها معاكم. يعني جربتها من قبل جاتني مليحه حبيت نعاودها معاكم. انا هنا راح نستعمل بالكيله ماشي بالماء ماشي بالريتله يعني الماء. انا مالفا ندير باكي تاع 400 غرام نديرو ب2 ريتلات نتاع الماء. كاين اللي يديرو بريتله ونص انا ب2 ريتلات. انا هنا استعملت بول نتاع الشوربه عمرته بالكارانتيكا يعني الباكي كيما شفتو ما درتوش كامل كان قعد لي منه حوالي ربع يعني كيلة ب3 كيلات نتاع الماء ونص ملعقه كبيره نتاع العشاء نتاع الملح في الاناء تاعي ندير الكارانتيكا. نتوما اللي تكيلو بيها الكارانتيكا كيلو بيها الماء. ندير نص ملعقه نتاع الملح ونبدا نضيف الماء. نضيف الكيلة الاولى ونخلط مليح. هكذا باش ما يجونيش هذوك الحبيبات. نزيد الكيلة الثانية نتاع الماء ونزيد نخلط. البنات انا مالفا ندير قبل النواشف ندير الكارانتيكا ندير الملح ندير الكمون نخلطهم ومن بعد نضيف الزيت والبيض نخلطهم باش نضيف الماء. يعني هالطريقه ماشي كيما مالفين يديروها ما كيما نقولوا حنا يمانا وعجوزتي ويما مالفين يديروا هالطريقه. انا مالفا نعتمد هذيك الطريقه
ولكن شفت هاد الطريقة في مواقع التواصل الاجتماعي، جربتها وحبيت اليوم نعاودها معاكم. ودركا بعد ما ضفت القرنطيطة والماء جبت هكا قدرة تكون عالية ندير فيها هاد الخليط. بعد ما نكون خلطته مليح نفرغ فيها الخليط كامل هكا، ونروح نديرو على نار تكون متوسطة ماشي قوية بزاف. وانا دايراتو على الفرن وانا نخلط باسكو هاد القرنطيطه تحبط لي القاع نتاع الطنجره، يعني انا ندير هكا بهاد الطريقه وانا نخلط قيت ما يتقال لي هاد الخليط. كي نشوفو بدا يتقال لي نحبس. هاوليك بعد ما جازت حوالي 5 دقائق هكاك تقال لي الخليط. شوفوا هاني عاودت رجعته في الاناء، ودكا نضيف له باقي المكونات. نضيف ربع نتاع الكيلة اللي كيلت بها القرنطيطة والماء نتاع الزيت، ونزيد نص كيلة نتاع الحليب. هاد القرنطيطة تجينا ما شاء الله مشمخة من الداخل باسكو كاين اللي تجيهم ناشفة. نضيف ايضا الكمون. راكم على بالكم البنات محال تكون قرنطيطة بلا كمون، الكمون لازم يكون في القرنطيطة، يكذب عليك الكمون والهريسة. ونضيف حبة نتاع البيض ونخلط مليح حتى يتجانسوا لي هاد المكونات. البنات نخلط بالزربة، راكم على بالكم هاد الخليط تاعنا راهو سخون، وباه ما طيبليش الحبة نتاع البيض نقعد نخلط مليح حتى الزيت هذاك يدخل لي كامل مع المكونات بهاد الطريقة. وانا من قبل كنت دهنت السنيوة تاعي بالزيت، كنت دهنتها بالزيت ودرتها داخل الفور تسخن، لازم تسخن لي السنيوة تاعي. البنات ننصحكم ما ديروش هنا المول نتاع الزجاج باسكو كي ديروه يسخن وتجو تفرغوا فيه الخليط راهو رايح يترتق لكم باسكو الخليط راهو بارد وهو يكون سخون. هاي ليك بعد ما فرغت الخليط تاعي في سنيوة راني زدت لها شويه كمون من الفوق، حنا نحبوها بالكمون. نحطوها طيب نشعلوها لتحت، كي نشوفوها نشفت نشعلو لها الفوق. ودركا نروحو للمطلوع تاعي. شوفوا بعد ما جازت حوالي 20 دقيقة هوك خمر لي وتضاعف الحجم تاعو. انا هنا كنت وجدت سميد رطب باه نرمد فيه الخبيزات تاعي نتاع المطلوع. هنايا راني نكسر له في الخميره، نحبط له كامل الخمور تاعو نديكازيه هكذا. العجينه راهي خفيفه الله يبارك البنات. ودوكا نقرصو هاي ليك. انا حنديرهم مطلعات صغار ماشي كبار باش يجونا لي ساندويتش الله الله. انتم تحبوا ديروهم كبار ديروهم كبار. هاي ليك ونرمضوا بهذه الطريقة في السميد. يكون سميد رطب خير احسن، ما درتلوش انا الفارينة، سميد وحده برك. هاي ليك نكمل كامل العجينة بنفس الطريقة، وقبل ما نخبزها نخليها ترتاح حوالي 5 دقائق برك. هاي ليك بعد ما جازوا البنات 5 دقائق دوكا نخبزهم هكا بهذه الطريقة كامل بنفس الطريقة غير بيدي برك. هاي ليك البنات ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش خشينة باه
ما تجيكمش ثقيله، السمك تاعها يكون هكا متوسط، ماشي نرققها بزاف تجيني كسره وماشي نخليها خشينه تجيني لداخل ثقيله معمره بالبابه. نغطيها ونخليها حوالي 10 دقائق برك. شوفوا هنا، شوفوا البنات القرنطيطه تاعي كيفاش راهيك تتشقق. هنا راني مشعلت لها لتحت برك، مازال ما شعلت لهاش الفوق. هنا راهي جازت واقيل 10 دقائق ولا ربع ساعه، راهي كنشفت وشوفوا كيفاش تشقت. الان هامليك جازوا 10 دقائق بلي خبزت المطلوع ديالي. شوفوا البنات ما خلوهش يخمر بزاف حتى تخرج له الخميره. هكا كي نشوفوه خمر شويه نروحو نطيبوه مباشره. اللي كنا سخنا الطاجين من قبل، انا راني حنطيب ها هو في طاجين تاع الحديد. البنات كيما على بالكم الخبز يحب النار، صافي قد ما تقويلو النار مليح. سختو في الطابونه، انا راني نطيب في كويزينيير، بصح لو كان طيبو في الطابونه يجيكم علامه، باسكو الطابونه الله يبارك النار تاعها قوي. شوفوا راهو كيطلع. سمحوا لي البنات الاضاءه راهي قليله باسكو راني ندير في الليل، راني نطيب في الليل ماشي في الليل كي ظلامت، يعني ماهوش يبان لكم كيما راهو في الصح، ولا غير هو في الصح راهو كطلع. هاي ليك بعد ما نشوفه حمار من التحت نقلبو. هنا قلبته الجهة الثانية بعد ما يطيب لي نحيه كامل ونحوشه من لي كوتي البنات. هاي ليك حبيباتي الغاليات، القرنطيطة تاعنا راهي واجدة وحمارت الله الله كي ما يحب القلب. بعد ما شتها طابت من التحت طفيت عليها من التحت وشعلت لها من الفوق. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، جات محمرة الله الله، والريحة تاعها راهي تنفنف مع الخبز تانيك البنات. هاوليك هاني كملت حوشيتو تانيك، جا هايل جا خفيف، وشتو البنات ما يشدش كامل اليد وما يتعبش. هاوليك شوفوا شحال جا خفيف، ما يعييك ما يتعبك ما يشد لك اليد. انا درتهم صغار على حساب العشاء تاع اليوم، وانتوما تحبوا ديروهم كبار ديروهم كبار. هاوليك مع القرنطيطه تاعنا، يعني تاني قرنطيطه سخونه مليحه في البرد. دوكا نروحو نقسموها كيف كيف. بسم الله. هاي ليك انا هنا راني خليتها بردت شويه. هكاك ومازالت سخونه البنات، والله غير مزيانه، حسبات لي بردت باسكو الزوج تاعي كان في الجامع راح يصلي، صافيك حتى سنيتو جا. هاي ليك شوفوا كيفاش جات طريه، كيفاش جات مشمخه لداخل، والله غير جات ما شاء الله. يبوختو البنات هاد الحميصه المرحيه ما راهيش تتبع كيما كانت مع الاول، ما راهيش كامل تتبع كيما الاول. هاوليك شوفوها كيفاش جات لداخل، يعني جات هايله والله غير جات ما شاء الله. كليناها وعجبتنا وزدناها مع الهريسه ومايونيز، واش نحكي لكم البنات بردنا قلبنا. هاي لي كاين اللي يديروا لها المايونيز، كاين اللي ما يديروا لهاش، انا ندير لها، وكاين حتى اللي يزيدوا لها لي فخيت. كل واحد كيفاش ياكل، كل واحد كيفاش يحب، هذه الماكله راهيك اذواق. البنات ويكذب عليك يقول لك قرنطيطه تاكليها في اسيات ولا لا لا، انا لو كان ناكلها في اسيات ما نحس لها حتى بالنا. قرنطيطه هي كي نديروها الله الله في الخبز مع الهريسه. هاوليك شوفوا البنات الخبز الله يبارك كيفاش جا خفيف، جا متقبل داخل، جا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. حاولي نسى الكبارات
الوحدة اللي مريضة تقدر ديرو فاسيلمون، يعني ما يتعبش كامل. وهنا دوكا انا راني رايحه نوجد الساندويش تاعي البنات. انا كما قلت لكم انا نحب ناكلها بهذه الطريقه. حبيباتي الغاليات، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحتكم، تهلاو في والديكم، في فيديو اخر ان شاء الله، في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش جملة فيديو واشتراك. سلام.